من أصول فلسطينية والمقلوبة لعبتها، وبسببها عملت مشروع من بيتها. ومن كتاب أبلة نظيرة عملت أول أكلة وهي المحشي، والكل أكل صوابع وراه. خلصت جامعة وسنها 28 سنة، ومشيت ورا شغفها لحد ما بقت الشيف شيماء زيتون. جوزها كان رافض تبقى شيف، وبقى أول الداعمين ليها. مش الطبخ بس موهبتها، دي كمان قدمت برامج للأطفال وبتديهم كورسات. تعالوا نتعرف أكتر عن الشيف شيماء زيتون وحكايتها إيه مع الطبخ. لو أكلت أي حاجة تعرف مكوناتها بالظبط والبهارات اللي فيها، ودي طبعا موهبة. طلتها مختلفة وملامحها جميلة وقريبة من الجمهور، وصوتها وطريقتها كانوا عامل مهم إنها تتحب وتتشهر. الشيف شيماء زيتون من صغرها موهوبة في الطبخ، ولما كان حد يسألها نفسك تطلعي إيه لما تكبري ما كانتش عارفة، ولكن كل اللي تعرفه حبها للألوان والرسم. ولما كبرت بقت فنانة وبترسم وصفاتها وتلون أطباقها بأشهى المكونات. أمها ما كانتش بتعرف تطبخ إلا كام أكلة كده بحكم شغلها، ففكرت إنها تساعدها، وأول مرة دخلت المطبخ طبخت محشي، وبدأت بالتقيل مرة واحدة وما كانتش تعرف أصلا بيتعمل إزاي، ولكن الفضل لربنا. ثم أبلة نظيرة، أيوة شيماء قرت في كتاب أبلة نظيرة الطريقة ونزلت بنفسها، جابت المكونات وعملت حلة محشي يتضرب بيها المثل. ومن كتاب أبلة نظيرة لكتب تانية وقنوات أجنبية، وخدت كورسات كتير علشان تطور من نفسها في أشهر الأكاديميات ومع أكبر الشيفات. هي من أصول فلسطينية بس طول عمرها عايشة في مصر، وأمها مصرية وجوزها نصه شامي ونصه مصري. اتجوزت صغيرة وكان سنها حوالي 17 سنة وشوية، وعندها بنتين توأم وولد، وعلاقتهم ببعض كأصدقاء ومش بتحب يقولوا لها يا ماما. شيماء عندها 40 سنة، ولكن اللي يشوفها يديها 25 سنة. لما اتجوزت خلفت بسرعة وما كانش ينفع تكمل دراستها في كلية الألسن، فسابت الكلية واتفرغت لتربية بناتها. وبعد 3 سنين دخلت الجامعة المفتوحة كلية الآداب، واتخرجت وعندها 28 سنة. ما كانش في دماغها التعليم والشهادات، ولكن بسبب جوزها هو اللي شجعها تكمل. هي كان نفسها تاخد كورسات طبخ بعد ما سابت الألسن، ولكن جوزها قال لها خلصي الأول الكلية علشان يكون معاكي شهادة وبعدين نشوف موهبتك. جوزها كان معارض دخولها المجال، وكان مبسوط بيها كزوجة شاطرة في الطبخ ونفسها حلو، ولكن تبقى شيف وبرامج وفيديوهات رفض. لكن بعد كده دعمها وبقى يشجعها تطور من نفسها ومن محتواها، وأول حلقة تظهر فيها على التلفزيون كان معاها. اتخرجت شيماء وما حبتش تشتغل في مجالها، ومشيت ورا شغفها وبدأت تكتب طرق الأكلات اللي هي بتعملها وتنشرها على الفيسبوك. وبسبب تعليقات الناس وانبهارهم بيها اتشجعت إنها تعمل كاترينج من البيت، وسمته زيتونة لتجهيز أكل وبوفيهات للمناسبات والحفلات. ومن كتر شهرتها بالمقلوبة كانت مش بتعمل غير مقلوبة بس، واللي اقترح عليها كده بناتها. ومع الوقت اتطورت وبقت بتعمل كل الأصناف ونجحت جدا فيها، وبطلت لفترة بسبب ما كانش عندها الخبرة الكافية في الحسابات وتقديرها لتكلفة الطبق. ولكن رجعت وبقوة لدرجة إنها بتعمل بروفة لتقديم الأكل على سفرتها في البيت قبل ما يشوفها العميل. في 2015 كانت بدايتها الحقيقية في الظهور من خلال برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، وكانت بتقدم فقرة المطبخ بصفة دورية لمدة 3 سنين. وكمان شاركت في تقديم فقرة المطبخ في برنامج السفيرة عزيزة على قناة DMC. هي مش شاطرة في الطبخ بس، ولكن مذيعة كمان، وقدمت برنامج للصغار على الفضائية المصرية شقاوة شطار. وفي 2021 بدأت في تقديم أول برنامج طبخ يومي ليها على قناة ART بمش طبخة والسلام مع الشيف محمد فوزي وآية حسني. وبسبب خوفها من الكاميرا في بداية تقديمها للبرامج التلفزيونية خدت كورسات تشجعها تقف قدام الكاميرا.
كمان بتدي كورسات طبخ للأطفال، واللي بيساعدها في ده بناتها التوأم اللي بالمناسبة طلعوا لأمهم شاطرين جدا في الطبخ. شيماء بتحترم أصول المهنة جدا، وما كانتش شايفة نفسها شيف إلا لما خدت شهادة معتمدة من أكاديمية معتمدة، ونفسها تشتغل في مطعم أو فندق، وشايفة إن ده هيضيف ليها ويعلمها كتير.